السلام عليكم اخواتي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من مهاجم الاهلي. قبل ما نبدا استنوا، ما يحلى الكلام الا بتعظيم سلام لجمهور النادي الاهلي. وكلامي هنا موجه في الاساس لجمهور الصفوه، جمهور الاحلام، جمهور النادي الاهلي العظيم. وبعض النخبه الزملكاويه قليل قوي، 5% 3%، وبعض جمهور الزمالك المحترم. انما الجربوع الوضيع اللي قعد اديله اسبوع و10 ايام عامل ملحمه من الها على بوستات اللي بتتكلم ان مفيش جمهور هيحضر، واصلا هو بجح زي ما اتفقنا وجلده تخين ان هو اصلا بيتكلم على ملحمه زي دي، زي كاس العالم للانديه، وهم عمره ما شمها وديله 20 سنه ما اخدش افريقيا. فديت نقطه تاني خالص نتكلم عنها بعدين. انما شفت يا جربوع يا وضيع جمهور الاهلي كان عامل ازاي؟ انت كلامك معايا هنا وانت بتسمعني على الهامش، يعني ما تقعدش قدامي، اللي يقعد قدامي هنا جمهور الصفوه وبعض الزملكاويه المحترمين. انت تقعد يلا هناك خالص في النوتي كورنر، هناك كده في النوتي كورنر، وتسمع انا بقول لك ايه. شفت يا جماعه جمهور الاهلي امبارح او اول امبارح في ماتش انتر ميامي هو اللي نجح الافتتاح؟ شفت جمهور الاهلي الملحمه اللي عاملها على ارض ميامي على بعد 15 ساعه طيران؟ عرفت يا وضيع ان الاهلي عالمي؟ مش هرد عليك يا جربوع يا وضيع غير ببوست اليوتيوبر الالماني فياجو بيتكلم، بيقول ايه؟ بيقول يا له من جمهور مهيب يلعب فريقهم على بعد اكثر من 10,000 كيلومتر من ارضهم ضد فريق يلعب في مدينته الام، وكل ما نراه هو بحر من الاحمر في المدرجات. شفت يا الاهلي في عيون جمهور العالم عامل ازاي؟ مش هرد على الزملكاويه برضو في النقطه اللي بيتكلموا فيها وقاعدين يتريقوا على تعادل الاهلي مع انتر ميامي. عارف ليه؟ لسبب واحد بس، لان احنا اتفقنا قبل كده ان انت وضيع، وان انت جربوع، وان انت بجح، وان انت بكس، وان انت جلدك تخين. فيعني مش هرد، مفيش حاجه ترد عليها اكتر من كده. فانت كونك فيك الصفات دي فده اصلا بيخليك يسمح لك ان انت تبدا تعلق على النادي الاهلي اللي بيلعب في ملحمه عالميه وانت هنا قاعد تلعب في كاس الصفيح. لعيبه الاهلي اللي صورتها بتنزل على موقع الفيفا وانت اخرك موقع كاس الرابطه على الفيسبوك. نبدا مع بعض حلقتنا النهارده، حلقه مهمه جدا. انا كنت ناوي اعمل حلقه فيها تحليل تحليل طرق اللعب والتكتكس اللي حصلت، لكن قلنا نبذه كده بعد الماتش على طول الصبح لما عملنا حلقه بعد المباراه. واعتقد ان هو الموضوع قتل بحثا من كل الناس خلال الايام اللي فاتت، فاحنا هنروح على طول لايجابيات وسلبيات المباراه، ودي اهم حاجه احنا هنتكلم فيها النهارده. بلس كمان نقطه تاني وهي حظوظ الاهلي بعد تعادله مع انتر ميامي وبعد تعادل بالميراس مع بورتو البرتغالي. اول حاجه الايجابيات اللي موجوده، انا من وجهه نظري الايجابيات الموجوده رغم ان كانش فيه حد نص ملعب قادر ان هو يطلع بالكوره كويس باستثناء حمدي فتحي. الاربع مدافعين اللي موجودين ما عندهمش القدره ان هم يطلعوا بالكوره كويس. الشناوي مش افضل حاجه، يعني بدا يتحسن عنده الموضوع نسبيا لكن ستيل مش افضل حاجه في الطلوع بالكوره، ومع ذلك كنت قادر انت تحتفظ بالكوره في الجزء الخلفي لبعض التمريرات او لبعض من لما كنت بتحاول تطلع بعد كده كانت بتتقطع، لكن كان عندك القدره والشجاعه ان لعيبه زي اشرف داري ولعيبه زي محمد الشناوي ولعيبه زي ياسر ابراهيم والتعبان كوكا ومحمد هاني قادرين ان هم يتنقلوا الكرات من غير خوف في المنطقه الخلفيه. طبعا يعني مفيش مقارنه طبعا من الضغط ميسي وسواريز وبين الضغوطات اللي احنا هنشوفها حتى لو من فرق الدوري المصري، ضغط المهاجمين عليك والوينجات بتاعه الفرقه اللي بتلعب قصادك هيكون الوضع مختلف تماما. لكن كون ان ده فكر ريفيرو دي حاجه تطمني، هو ده الاهلي يا جماعه. انت ما ينفعش تخاف، ده ناشئين فرق العالم الكبيره زي برشلونه، زي ريال مدريد، زي اياكس، حتى زي بنفيكا. الناشئين لما تيجي تتفرج على ماتشاتهم هتلاقوهم بيخرجوا الكره من تحت، بيتنقلوا ببساط في الجزء الخلفي من الملعب في ثلث الملعب الاخير، وبيعرفوا ان هم يطلعوا بالكره. فما ينفعش تبقى انت الاهلي ملك افريقيا وافضل فرقه وافضل سكواد وافضل تاريخ في افريقيا كلها وانت دايما بتلعب على الكور العاليه او انت مش عارف تبدا الكوره من تحت. دي حاجه عجباني جدا في ريبيرو على الاقل مع سلبيات واخطاء في المباراه، لكن ديت كانت
واضح ان هي دي افكاره اللي هيلعب بها مع النادي الاهلي. طبعا محتاجه تتطور لان التنفيذ محتاج ان هو يتطور كتير جدا. محتاج ان انت تعتمد على 6 غير مروان او مع مروان، يبدا ينزل بين الاثنين سنتر باك، والاثنين سنتر باك يفتحوا زي ما كان بيعمل بالظبط مع اورلاندو. فدي اول حاجه ممكن تطمنا ومن ايجابيات المباراه بتاعه انتر ميامي. طب رقم 2 حاله اللاعبين، اطمنا على حالات كتير من اللعيبه كنا احنا حتى محتاجين نشوفها، مش بس ريفيرو. واحد زي محمد علي بن رمضان خلاص الفرده دي اساسيه، شخصيه قويه غير عاديه في الملعب محمد علي بن رمضان. فمحمد علي بن رمضان اوكي خلاص ده معانا تمام. واحد زي تريزيجيه بغض النظر عن الخطأ اللي عمله لكن تمام، تريزيجيه حالته كويسه جدا. زيزو طمنا على زيزو، حالته فوق الممتاز، بدنيا فوق الممتاز، قراراته ممتازه، فزيزو تمام. ياسر ابراهيم، حتى اشرف داري، طبعا مروان عطيه، محمد الشناوي، ففي عدد كبير من اللعيبه قدرنا ان احنا نطمن، وسام ابو علي، قدرنا ان احنا نطمن عليهم ونطمن على حالتهم الذهنيه والبدنيه والتحضير بتاعهم للمباريات. الحاجة التانية ان احنا قدرنا ان احنا نحدد نقاط الضعف في الفرقة. واحد زي محمد هاني نقطة ضعف كبيرة جدا. كوكا كفاية كوكا، كفاية كوكا، يعني كفاية كوكا بجد. قفشة حالته لسه مش افضل حاجة. جراديشار ما شفناهوش. في نص الملعب اعتقد اللي كانوا موجودين كلهم كانوا حالتهم كويسه جدا. حسين الشحات طبعا اكس حسين الشحات، انا لو شفته في ماتش تاني في كاس العالم للانديه انا مش يعني انا المدرب يستحمل بقى اللي هيتقال له. ريفيرو قدر برضو ان هو زي ما احنا شفنا اللعيبه قدر ان هو يتعرف على اللعيبه، وده بالتالي يخلينا يقودنا للنقطة التانية ان هو هيتخلص من افكار العقيمة لواحد زي عماد النحاس. فكرة ان انت لازم تلعب كوكا اللي ربنا ابتلانا بيه، فكرة الاصرار على محمد هاني ايا كانت حالته، دي افكار لازم يتخلص منها. فكرة ان انت تروح ترميه للوينج بتاعي امام عاشور، ترموهولي وينج يمين ويبقى متحرر تحت المهاجم، كفايه برضو يعني يا جماعه امام عاشور اتحط في مكانه، ما تحطوليش وينج، عندك وينجات افريقيا كلها تتمناها، فما تحطليش امام عاشور وينج. دي كلها افكار لازم يتخلص منها ريبيرو، يكون ليه شخصيه. مالكش شخصيه، انا الكلام هو واضح جدا، بعد كاس العالم للانديه ما حدش يطلب منا ساند ريفيرو لو ما شفناش بصمته وشخصيته على لعيبه الاهلي والمساعدين بتوعه في الاهلي، واولهم عماد النحاس في كاس العالم للانديه. مش هسنده، هو ملوش عندي مسانده، بعد كده يلاقي عندي ماتش بماتش. لكن لو ظهرت شخصيته واعتمد على نفسه، انت خلاص شفت اللعيبه مالكش حاجه تاني. 3 ماتشات، ماتش مع ناشئين الاهلي قبل ما تسافر، ماتش باتشوكا، وادي ماتش احتكاك قدام العالم كلها واحتكاك مهم جدا كان قدام انتر ميامي، شفت اللعيبه وقفت على حالتها. نشوف العك ده تاني في المباريات اللي جايه؟ لا، ما حدش يطلب مني ان انا اساند ريفيرو. من ضمن الايجابيات برضو نتكلم عنها عقوبتين. عقوبه تريزيجيه دي مهمه جدا عشان تفرض سيطرتك على الفرقه، عشان تكسر غرور الناس دي، الناس اللي جايه فاكره ان هو كل واحد فيهم جاي فاكر ان هو هياخد الشو، ان هو هيبقى اكبر من النادي الاهلي، او ان هو اللي هيتزعم اوضه اللبس في النادي الاهلي. لا، ده مش موجود. تريزيجيه غلط تتحاسب، برافو اداره النادي الاهلي وبرافو الاداريين اللي موجودين، لازم يتحاسب عشان نكسر، عشان نحافظ على تريزيجيه نفسه. يعني دي مش نقطه عشان ننهي كارير، لا، احنا عشان نحافظ على تريزيجيه لازم يتحط في مساره الصحيح، لازم يفتكر ان هو رجع النادي الاهلي مش بيلعب في اي نادي تاني. عقوبه بن شرقي، واتمنى ان الموضوع يتوقف عند بن شرقي على بوش، استبعدناه اوكي، لكن رغم ان هو كان ممكن يفرق معانا في الماتش، لكن لازم نشوف الماتشات الجايه. هتعمل زي كولر وتقعد تحط لعيبه في دماغك وتبوظ علاقتك من اللاعبين وانت لسه ما بداتش اصلا معاهم، ده برضو مرفوض. برضو من ضمن اهم الايجابيات ان احنا خلاص في ضربة قلم خدها الاهلي على وشه بتعادله مع انتر ميامي، تخلي اللاعبين خلاص يفوقوا بقى جو الشو والاحتفالات، وان كله شوي ونازل عايز ياخد هو اللقطه وعايز ياخد السكسيه وبنلعب عشان خاطر الشو. ننسى الكلام ده خلاص. احنا اتعاقبنا ان احنا خسرنا بنطين مهمين جدا كانوا هم املك في الصعود، انت خسرتهم، فمطالب ان كله ينزل رجاله يلعب جماعي، ننسى الشو للاهلي بس. تمام. برضو من اهم الايجابيات ان الماتش اللي جاي تقريبا هيتلعب في نيويورك، فنيويورك اقرب كتير وفيها الجاليه المصريه كبيره بخلاف الامر في ميامي.
اللي كانت بتابعه اكتر تقريبا من 15 ساعه طيران من مصر، حتى الناس اللي في نيويورك عشان يسافروا المصريين لميامي تقريبا 3 ساعات طيران او حاجه زي كده. نروح بقى للسلبيات. فقدان نقطتين سهلين جدا، ده كان من اكبر السلبيات اللي حصلت معانا. يعني مش عايز اتكلم في الحته دي كتير عشان الاحباط، لكن برضو السلبيات التانية حرص الفرق اللي هتقابلك بعد المستوى اللي الاهلي قدمه في الشوط الاول في مباراه انتر ميامي. اعتقد العالم كله اتفاجئ من المستوى اللي الاهلي قدمه والقدرات اللي عند لعيبه النادي الاهلي والافكار اللي هو قادر ينفذها، الفتنس بتاع النادي الاهلي. اعتقد ده برضو كان مفاجئ للفرق سواء بالميراس او بورتو. فهم هيحضروا كويس جدا قبل الماتش بتاعك، بعكس الامر ما كان مجهول النادي الاهلي هيبقى شكله عامل ازاي، حاله لعيبته عامل ازاي، مدربه عامل ازاي، الفتنس بتاعهم عامل ازاي. لما يكون الامر مجهول غير لما يشوفوك ظهرت بالمستوى ده في الشوط الاول في مباراه انتر ميامي، فبالتالي هيحضر لك كويس جدا. برضو من ضمن السلبيات الكبيره جدا فقدان امام عاشور، ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله ويرجع للملاعب، ودي كانت حقيقه صدمه بالنسبه لي. يعني الموضوع اذاني قوي، خاصه ان هو يجي في حد زي امام عاشور. انا في ناس كده معينه كنت ما اتمناش ان هي تتصاب، يعني اصابتها خط احمر بالنسبه لي، تاثر جامد على الفريق. تريزيجيه، زيزو، امام عاشور، ديانج انا شايفه مهم جدا، الشناوي، اشرف داري، بيكهام، ياسر ابراهيم، في ناس كده مهمه وجودها بالرمضان. طبعا بالرمضان دي ناس مهمه جدا ان احنا نشوفها في الملعب. طيب تعالى نتكلم في اخر نقطه في الحلقه، وهي حظوظ النادي الاهلي. يعني عشان ابسط الموضوع خالص للناس اللي ما عندهاش حسابات لموضوع النقاط، لو كان الاهلي فاز في مباراة انتر ميامي كان هيبقى عنده فرص كبيرة جدا ان هو بأي نقطة يحصل عليها، او حتى لو ما خدش نقاط تاني كان في بعض الظروف كان ممكن الاهلي يصعد. يعني كان عنده فرصتين ان هو ياخد نقطة من اي ماتش من الماتشين اللي باين له بالميراس وفولتو، او ان هو حتى لو ما خدش مباراة نقاط ندخل في حزب البيرما ممكن برضو تصعد. طيب ماتش بالميراس وبورتو نفس الكلام. انا شايف ان نتيجه التعادل دي تروح في السلبيات، ما تروحش في الايجابيات اللي موجوده عندنا. ليه سلبيات؟ لان انت مثلا هندي مثال، بالميراس لو اتهزم امبارح من بورتو فبالتالي بالميراس هيبقى عنده 0 نقطه. تمام. ماتش انتر ميامي في وجهه نظري 100% هيتغلبوا من بالميراس ومن بورتو، فده ماتش محفوظ ب3 نقط لبالميراس وبورتو. فكانت بورتو هتبقى عندها 6 نقاط، بالميراس هيبقى عنده 3 نقاط، والاهلي عنده نقطه واحده. تمام. لو الاهلي اتعادل مع بورتو اتعادل مع بالميراس هيبقى 3 نقط. تمام. هيبقى متساوي مع بالميراس، يبقى انت متعادل 3 نقط وبالميراس 3 نقط، برضو تخش في حسبة عندك فرصة كبيرة جدا للصعود. تمام. لكن كون ان الفرقتين اتعادلوا امبارح فكل فريق معاهم بونت، وانا شايف ال4 بونت بتاع انتر ميامي مضمونين لبالميراس والبورتو، يبقى كل واحد فيهم معاهم 4 بونت مش نقطة واحدة معاهم كده، هعتبر كل واحد فيهم معاه 4 بونت. الاهلي معاه بونت واحد، يبقى انت عندك ماتش بالميراس وماتش بورتو، تكسب واحد فيهم انت صعدت. ماتش بالميراس ماتش بورتو تكسب واحد فيهم انت صعدت. ودي اللي لازم لعيبة الاهلي زي ما كانتش قدر المسؤولية، زي ما ريفيرو كان عنده بعض الاخطاء، لازم يتحملوا مسؤوليتهم امام جمهورهم وامام ناديهم في الماتشين الجايين. لازم تستموت ان انت تكسب واحد فيهم. فباذن الله ربنا يوفق النادي الاهلي، وربنا يوفق لعيبه النادي الاهلي، وتبدا تفوق وترجع وتفكها من الشو، وان شاء الله نفرح يوم الخميس اللي جاي بفوز النادي الاهلي على بالميراس، رغم ان هي مباراه صعبه جدا جدا جدا. ليله المباراه يكون في حلقه مهمه جدا عن مباراه بالميراس ومباراه النادي الاهلي، استنونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.